وزنك بيزيد على الرغم انك ما بتاكلش كويس وعندك مشكله في الغده الدرقيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم دكتور عبد الوهاب رأفت، استاذ جراحه الاورام بالمعهد القومي للاورام جامعه القاهره. استكمالا عن حديثنا عن الغده الدرقيه، الفيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه عن خمول الغده الدرقيه او نقص نشاط الغده الدرقيه. ايه هي الاعراض، الفحوصات اللي بنطلبها، وايه هي خطوات العلاج. المريض عاده بيجي لي بحاله كسل غير عاديه، مش قادر يبذل اي مجهود. المجهود او الحاجه اللي كان بيعرف يعملها ما عادش بيعرف يعملها او بيبذلها بمجهود عالي قوي. بالاضافه جفاف الجلد، تساقط الشعر، هشاشه الاظافر. كل الاعراض دي تخليني اشك ان المريض ده عنده نقص في نشاط الغده الدرقيه. طب ايه الفحوصات اللي احنا بنطلبها؟ الفحوصات بتبقى عباره عن تحليل دم عادي جدا، بنشوف فيه نسبه وظائف الغده الدرقيه اللي هي تي 3 والتي 4، ونسبه هرمون اسمه التي اس اتش خارج من الغده النخاميه. عاده في حاله خمول الغده الدرقيه بنلاقي نقص في هرمونات الغده الدرقيه وزياده في هرمون التي اس اتش اللي خارج من الغده النخاميه. طيب ايه هي خطوات العلاج؟ العلاج بيبقى ببساطه في صوره اقراص يوميه، الغرض منها بنزود نشاط الغده الدرقيه. طيب الاقراص دي بنديها لغايه امتى؟ لغايه ما الغده الدرقيه تستعيد نشاطها تاني. السؤال المهم هنا، هل في اي اجراء جراحي في حاله نقص نشاط الغده الدرقيه؟ الاجابه لا، مفيش اي تدخل جراحي في حاله نقص نشاط الغده الدرقيه، وربنا يتمم شفاكم على خير.